معلومة على شكل قصة مش عادية على قناة قصص درش مش عادية، اسمعوها يا أحلى سميعة. في يوم 1 نوفمبر سنة 2025 قررت أزور مكان كنت مستنيه من سنين، المتحف المصري الكبير اللي أخيرا فتح أبوابه للعالم بعد رحلة طويلة من الإعداد. المتحف ده بدأوا التحضير له من سنة 2002، وأنا داخل حسيت إني مش داخل متحف، ده كأني راجع آلاف السنين لورا. المدخل ضخم والبوابة بتلمع تحت ضوء الشمس كأنها بتفتح باب للتاريخ. أول ما تعدي البوابة بيستقبلك تمثال رمسيس التاني واقف بعظمته، كأنه بيقول أهلا في بيت التاريخ. الضوء بينعكس على ملامحه وبيخلي كل تفصيلة في وشه تحكي عن ملك ما زال حي في الذاكرة. وأنا مكمل طريقي وصلت للدرج العظيم، سلم ضخم على الجانبين، تماثيل لملوك مصر العظماء زي تحتمس ورمسيس وحورمحب. الخطوات عليه كأنها بتطلعك درجة بدرجة في حضارة عمرها آلاف السنين. بدأت جولتي بمعرض الكنوز الملكية، وشفت هناك كنوز توت عنخ آمون لأول مرة مجموعة بالشكل ده في مكان واحد. القناع الذهبي بيلمع تحت إضاءة ناعمة، والعربية الملكية واقفة ورا الزجاج كأنها لسه هتتحرك. كل قطعة ليها حكاية وكل نظرة ليها رهبة. بعدها دخلت القاعة الكبرى، فيها آلاف القطع الأثرية من تماثيل وأدوات ونقوش فرعونية، كل واحدة بتحكي قصة ملوك وملكات عاشوا من آلاف السنين. الإضاءة معمولة بطريقة تخليك تحس إن التماثيل دي بتنظر لك فعلا، كأن الماضي لسه عايش بينا. وأنا خارج وقفت لحظة أبص للمتحف من بعيد. لو عجبتكم المعلومة حطوا إعجاب وشاركوها لو حبيتوا، وعملوا اشتراك أو متابعة لو انتم على اليوتيوب أو على منصة كواي. لو عجبكم محتواي قصص